بتقولي يا هنادي أنا زميلي طلب مني إن احنا نتواصل مع بعض على واتساب عشان نبقى صحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا أحلى بنات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عايزة منكم شوية تركيز لأن محتاجة رأيكم، وكمان محتاجة تقوليلي لو انت اتحطيتي في الموقف ده هتتصرفي ازاي. في بنوتة بتقولي يا هنادي أنا زميلي طلب مني إن احنا نتواصل مع بعض على واتساب عشان نبقى صحاب، وهو طلب كده أكتر من مرة مني، عملت له بلوك. أنا عمري 13 سنة. أنا بس حبيت أقول لحضرتك علشان أريح ضميري وما أنبش نفسي وما أحسش إني ظلمته أو جرحته، لاني انا بخاف اجرح مشاعر حد، وفي نفس الوقت انا وقتي عزيز عليا جدا ويدوب بذاكر، ولو في وقت تاني بحب اتعلم مهارة جديدة. الله عليك يا بنتي، لاني انا من اكتر الاشخاص مدركة قيمة الوقت وعارفة ان كل ثانية بتعدي من عمر الانسان ما بترجعش تاني. انا مش بكتب لحضرتك الكومنت ده عشان توجهيني وتقوليلي ده صح ولا غلط، ولكن علشان انا بحترم مشاعر الناس وبقدرها، وبقول هل كان في طريقة افضل من كده؟ انا مش عارفة خالص. احنا زمايل بقالنا كام سنة في الدراسة، ويا رب ما كنش اخدت من وقت حضرتك كتير، وهكون مشكورة لحضرتك لو رديتي عليا. تفتكروا ايه؟ تفتكروا ان هي كده اتصرفت التصرف الصح، ولا تفتكروا ان كان في طريقة افضل؟ فانزلوا اكتبوا لي تحت في التعليقات بقى، وقولوا لي لو انتوا اتحطيتوا في الموقف ده هتتصرفوا نفس التصرف، ولا هتختاروا طريقة تانية تكون افضل من وجهة نظركم. طبعا بعد ما تكتبوا وجهة نظركم تعالوا بقى اسمعوا وجهة نظري. ردي انا على البنوتة دي ان دي افضل طريقة هي عملتها، وما كانش فيه افضل من الطريقه اللي هي عملتها. خليني اقولك على شويه طرق واقولك سلبياتها. اول طريقه، لو انت قررتي انك تروحي تواجهي زميلك وتقولي له ان انا ما ينفعش اكلم حد او ما ينفعش اتواصل مع حد على الواتساب. الفكره من هنا يا بنات ان احنا هنتكلم مع بعض ونفتح مجال للكلام ومجال ان احنا نتناقش اصلا، وزميلك هيرد عليكي ان انا عايزه اكلمك عادي، انت زي اختي، مفيش اي حاجه بفكر فيها، انا كنت عايزه اسالك على اي حاجه في الدراسه. وهتبصي بقى تلاقي نفسك بعد الكلام ان انت شايفه الموضوع عادي ان انتوا تتواصلوا مع بعض، وبالفعل ممكن تتواصلوا مع بعض على الواتساب. تاني طريقه ممكن تعمليه، لو قررتي انك تقولي لواحده زميلتك ان هي توصل له ان انت رافضه ان انت تتواصلي معاها. تعالي بقى كده عشان هنا في شويه حاجات كده او شويه سلبيات. اول حاجه ان زميلتك دي هتكون عارفه بالموضوع، فهتروح تقول له وهيقول لها كلام، هيقول لها كلام هو اصلا مش قادر ان هو يقوله لك، هيقول لها ان هو معجب بيكي او بيحبك او ايا كان بقى هو هيقول ايه، وهي هتوصله لك، فهتفتحي مجال اصلا للكلام او مجال ان انت تسمعي اصلا. والسمع او الزن على الودان امر من السحر، وكتير مننا كان بيقع في نفس الغلطه دي، ان انا احكي لواحده زميلتي وزميلتي دي تروح توصل للشاب ده او توصل لزميلي الكلام وتجيب لي كلام، ويفضل الكلام على هذا القبيل. تاني حاجة من سلبيات برضو الطريقة دي يا بنات، ان ممكن زميلتك تاخد الكلام ده وتوصله لكذا حد وتعرف زمايلك كلهم ان الشخص ده عايز يتواصل معاكي على واتساب، ويبدا كل الناس تبقى عارفه، وتفتحي مجال لكتير من الناس ان هم يتكلموا. تالت طريقه ممكن تعمليها انك تروحي تحكي لماما او تحكي لبابا وتخليهم يتدخلوا في الموضوع. بصي، هو الموضوع مش مستاهل اصلا ان انت تقولي، لان هو في النهايه ما طلبش منك اي حاجه، هو طلب ان انت تتواصلي معاه وانت رفضتي. لو انت صاحبتك مامتك او مصاحبه ماما ممكن تحكي عن الموضوع عادي، لكن ما تحكيش من باب ان هي تتدخل في الموضوع او تحلهولك، لا انت تقدري ان انت تحلي الموضوع ده. بس طبعا لو الشاب ده او اي حد في الدنيا تطاول عليكي او حاول ان هو يضايقك مثلا وانت ماشيه في الشارع، او حاول ان هو يوصل لك كلام مع واحده صاحبتك، في الوقت ده انت ممكن تاخدي خطوه تانية ان انت تقولي لماما وبابا ان هم يتدخلوا في الموضوع وهم هيعرفوا يتصرفوا صح. نيجي بقى نتكلم مع بعض شويه كده يا بنات، ليه افضل طريقه ان انت تعملي بلوك؟ لان انت من كده مش هتفتحي مجال اصلا ان انت تفكري في الموضوع ده. اول حاجه. تاني حاجه، خليه مش زميلك وطلب منك، خلي حد بيرن عليكي وبيحاول ان هو يتواصل معاكي، وانت فتحتي لقيتي رقم غريب مثلا واتكلمتي لقيتي حد بيقولك انا معجب بيكي او بحبك او ايا كان هو هيقول ايه، المفترض في الوقت ده تعملي بلوك على طول. لان انت لو فتحتي مجال ان انا اسمع الشخص ده وانا في نيتي اصلا ان انا اعرف هو جاب رقمي منين واعرف ان هو عايز ايه مني، هتلاقي نفسك غصب عنك مشاعرك اصلا
وفضولك حابب يسمع الكلام اللي هو هيقوله ده، لان اي بنوته فيكو بتبقى في سن صغير، معظم البنات يعني بتبقى حابه ان هي تسمع كلام حلو. فانت لما هتفتحي مجال لده هتلاقي مشاعرك غصب عنك بتتحرك. دي اول حاجه. تاني حاجه هتلاقي فضولك حابب ان هو يعرف اكتر، هتلاقي واحده واحده بتتواصلي معاه، واحده واحده بتكلميه. فافضل طريقه هنا ان انت تعملي بلوك عشان تفضلي مركزه في اللي انت بتحلمي بيه، او تفضلي مركزه في هدفك، وتفضلي مركزه انت عايزه تعملي ايه. عارفين يا بنات اكتر حاجه ممكن تأثر عليكم في الوقت ده ان انت تفتحي مجال، او ما تقاوميش احساس الفضول عندك. احساس الفضول عندنا هو اللي بيخلينا نفتح على ارقام غريبه، هو اللي بيخلينا نبقى حابين نسمع الشخص ده عايز مننا ايه، هو اللي بيخلينا عايزين نسمع كلام حلو. واي بنوته في الدنيا مشاعرها بتتحرك بسهوله جدا، خصوصا في السن الصغير. فافضل طريقه في الوقت الحالي ان انت تعملي بلوك لاي حد بيفكر انه يكلمك، من غير ما تديله مساحه. مش تدي مساحه للشخص ده وان هو تقعدوا تتناقشوا مع بعض وتتكلموا مع بعض وبعد كده تقرري تعملي بلوك. اعملي بلوك من الاول، هتوفري على نفسك كتير وهتركزي في مستقبلك. ودي افضل طريقه يا بنات علشان تقدروا ان انتوا توصلوا لكل اللي انتوا بتتمنوه. خلي بالكم ان هي عمرها 13 سنه وبتفكر كده، فانت انسانه عظيمه. اصلا حد عنده 13 سنه بتفكر كده، فانت يعني حاجه عظيمه جدا جدا. انا اتمنى ان رويده في سنك، وده يعني اكتر حاجه ممكن ارد عليكي بيها، اتمنى ان بنتي وهي في سنك وتعرضت لنفس الموقف او اتحطت في نفس الموقف بتاعك ما تتصرفش غير التصرف بتاعك. يعني يبقى قرارها ان هي تعمل زيك بالظبط. انا هبقى فخوره بيها، وانا فخوره بيكي اصلا ان انتي اتصرفتي كده. تاني حاجه، مفيش صداقه ما بين بنت وولد، مفيش صداقه يا بنات. واحنا زمايل في المدرسه، لكن ما ينفعش ان احنا نتواصل مع بعض على الواتساب. الموضوع بيتطور بعد كده بقى. تاني حاجه بقى، ان انتي حاسه ان انتي ممكن تكوني جرحتيه او ظلمتيه، انا عايزه اقولك ان هو اصلا اللي تعدى على حقوقك، انتي لا جرحتيه ولا ظلمتيه، انتي لا رحتي هنتيه ولا زعقتي له، ولا مثلا قلتي لمامتك وباباكي مثلا الشخص ده بيكلمك، ولا كبرتي الموضوع ولا افورتي ولا عملتي كل ده. فانتي ما جرحتيش حد، انتي صح. انا متاكده ان انتي بتقري كتب كتير، وكمان بتتابعي ناس بتستفيدي منهم جدا. فعشان كده انتي بتفكري بالطريقه دي، ما بتضيعيش وقتك في حاجات ملهاش اي 30 لازمه. انا نفسي اشوفك عشان احضنك اصلا، بجد والله العظيم بجد. انا قريت التعليق ده الرويده عشان تتعلم منه. قلت لها تعالي شوفي البنوته دي اتصرفت ازاي لما حد يجي يطلب منها ان هي تتواصل معاه على الواتساب وهو زميلها اصلا في المدرسه. تفتكري رويده ده صح ولا غلط؟ قالت لي لا ماما، ما ينفعش صداقه ما بين بنت وولد. مش انتي يا ماما قلتي لي كده؟ قلت لها صح، احنا زمايل في المدرسه، لكن انا وزميلتي البنت بنتكلم عادي، بنتواصل بينا وبين بعض حاجات مشتركه، لكن ما ينفعش صداقه ما بين بنت وولد بقى ونتكلم مع بعض على الواتساب، لان الموضوع هيتطور ويوصل لحاجه تانية. كانت في بنوته برضو بعتالي بتقولي زميلي بيطلب مني نتواصل مع بعض على الواتساب يا نادي وهو محترم جدا. قلت لها اوكي، مفيش مشكله، مفيش مشكله ان هو محترم جدا، بس في مشكله ان احنا نتواصل مع بعض على الواتساب. انا المفترض اكون قد المسؤوليه اللي انا فيها. يعني لو انتي باباكي بيسالك او مامتك انت بتتواصلي مع مين، هتقدري تقولي له مع زميلي الولد؟ هتكدبي. فافضل حاجه ان انتي لما حد يطلب منك حاجه زي دي تعملي له بلوك. ما تفكريش انت كده لا جرحتي حد ولا ظلمتي حد ولا اذيتي حد، بالعكس الشخص ده هو اللي تعدى على حقوقك. هنزل اقرا تعليقاتكم كلها يا بنات، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. يلا باي.